هل مقولة لولا الحسين ما عرفنا الله هي مقولة صحيحة؟ البعض يستكثر على الحسين هذه الصفة ويقول معقول الحسين حمى الإسلام؟ شوف صديقي، من تعرف وين وصل جور وطغيان بني أمية راح تعرف شنو اللي سواه الحسين بالضبط، وهل كان دوره مهم أم لا، وليش ما بقى ببيته وحقن دمه ودم أصحابه ومنع سبي نساء وأطفال. بذاك الوقت وصل جور بني أمية لدرجة أن الشخص المنصب خليفة للمسلمين كان نفسه يكفر ويستهزئ بالإسلام وأمام العلن ما حد يحرك ساكن. راح تقول معقولة وصل الانحراف لهالدرجة؟ طبعا معقولة. وصل الانحلال الديني لدرجة أن يزيد كان يقول مستهزئا وناكرا للإسلام بأبياته المعروفة: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يريد يقول بأن النبي أراد الملك لا أكثر، لا وحي إجا ولا صار الدين. وكان يتشفى بقتل الحسين انتقاما لكفار ومشركي قريش، فكان يقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسد، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. ما كان يزيد يريد يبقي أي باقية للنبي، لا يعرف إذا بقى أحد من أهل بيته ما راح يتردد لحظات بمقارعة حكومته وحكومة أجداده، فقال: لست من خندي فإن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. هذا هو الخليفة الشرعي كما يزعم، واللي المفروض يمثل واجهة الإسلام. قتل سبط النبي وضرب الكعبة واستباح دماء المسلمين ومجازر ومقاتل كبيرة فعلها. سويت لكم فيديو شرحت به هاي التفاصيل وبالمصادر الأمور اللي حدثت واللي على أساسها خرج الحسين. سميت الفيديو 5 أسباب لقيام الإمام الحسين، شوفوه على اليوتيوب. ذكرت لكم به 5 أسباب رئيسية ومهمة لقيام الحسين. كانت ولا زالت قضية الإمام الحسين هي القضية الأكثر جذبا اللي تسببت بدخول آلاف المستبصرين للإسلام ومن مختلف الديانات. يعني تخيلوا اللي صار واللي جرى مو ويا أي شخص، بل صار ويا سبط النبي اللي قال عنه: هو مني وأنا منه. معقولة يقتل بهالطريقة؟ وطبعا هذا الحديث وحده إيراد لفت صفنا كلش كبيرة. شنو من مكانه الله ورسوله انطوها للحسين: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وذكرت لكم هذا الشيء سابقا. ايش تتوقعون النبي لو كان موجود راح يقبل بشخص مثل يزيد خليفة للمسلمين، وراح يقبل بالأمة اللي اختارت يزيد أمة إسلامية تتمثل بتعاليم الإسلام؟ هذه كانت نتيجة الابتعاد عن نهج النبي وأهل البيت بأن تختار يزيد خليفة. فكان لمقتل الحسين ودور البقية الباقية كالسيدة زينب والإمام السجاد أدوار جوهرية لقلب أفكار الأمة اللي حرفتها الدولة الأموية، وكان لها الدور الكثير من الثورات اللي قامت لاحقا على الحكومة الأموية. ولذلك قيل أن الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء. شا قلب اختي تشبيه ليش على الشريعة تغمض العين، سهم شي يسوي بالشوق تجاوبني انه يدلك وين الحسين.